البحث عن أخطاء الرسوم المتحركة في بيبا بيج بقى شغلنا الشاغل تقريبا، والنهاردة لقينا شوية أخطاء جامدة جدا. زي في حلقة عيد ميلاد إدموند إليفانت لاحظنا خطأين سريعين لكن مضحكين. لما مستر زبرا نط من العربية ركز كويس في ايديه، هتلاقي شنطة ظهرت فجأة في ايده من ثانية بس، ما كانش ماسك أي حاجة، ولسه في أكتر من كده. لما مامي بيج طلعت الجواب من الظرف، لو بصيت على الظرف هتلاقيه بيصغر قدام عينيك، صغر لوحده كده. تعالوا نتكلم عن حلقة لندن. هنا مدام جزال أخذت الفصل في رحلة لندن، وهناك الملكة بتاعت إنجلترا بنفسها ورتهاهم المدينة. لما الأتوبيس كان مستني السفينة تعدي الكوبري، لو بصيت جوه الأتوبيس هتلاقي فيه لوحة تعليمات واضحة على بحيطه. بس لما السفينة عدت الكوبري والكاميرا جابت الأتوبيس تاني، لوحة التعليمات اختفت تماما. ولسه ده مش كل حاجة. طول الحلقة دي كلها في جرس جوه الأتوبيس بيظهر ويختفي في مشاهد مختلفة، لحظة تلاقيه موجود ولحظة تانية تلاقيه اختفى. في حلقة ريتشارد رابت جاي يلعب، من أول الحلقة خالص بنشوف المطر بينزل قدامنا، بس لو بصيت ورا الشباك مفيش مطر خالص، الخلفية ناشفة تماما. بس بعد ما عنوان الحلقة يختفي من على الشاشة، المطر أخيرا يبدأ ينزل ورا الشباك كمان. يعني هو المطر نسي يجي في ميعاده ولا ايه؟ وده مش الغلطة الوحيدة في الحلقة دي. لما سوزي وصلت بيت بيبا، لو ركزت كويس في الباب هتلاقي فيه جرس جنب الباب على طول، بس في مقدمة نفس الحلقة الجرس ده ما كانش ليه أي أثر، واضح إن حد ركبه بسرعة جدا. في حلقة ورشة قوارب جرامبي رابت لقينا حركة اختفاء كلاسيكية. في لحظة معينة في الحلقة بنشوف بوضوح عمود عليه جرس فوقه، بس لما المركب خبطت في العمود الخشبي وغرقت، العمود والجرس اختفوا تماما، راحوا. بس بعد لحظات قليلة لما جدو دوج سحب المركب من المية تاني، العمود والجرس رجعوا مكانهم بالضبط وكأنهم ما اختفوش. في حلقة أتوبيس الحفلة، بيبا اتعزمت على عيد ميلاد كاندي كات اللي معمول في أتوبيس حفلات دورين، وعلى طول لاحظنا حاجة غريبة. جوه الأتوبيس في صف واحد بس من الكراسي، كل العيال قعدوا في نفس الصف ده، والأتوبيس بدأ يتحرك. بس لما الكاميرا جابت لقطة للأتوبيس من بره، ترتيب الكراسي اتغير تماما. دلوقتي العيال قاعدين في صفوف مختلفة زي أي أتوبيس عادي، صف واحد اتحول لعدة صفوف في ثواني، ولسه في أكتر من كده. لما العيال قعدوا ياكلوا كان في 6 سندوتشات على الطبق، داني سوزي وبيدرو، كل واحد خد سندوتش، يعني المفروض يفضل 3، بس لو بصيت على الطبق هتلاقي لسه فيه 4. حد خد سندوتش زيادة ومحدش خد باله. دلوقتي الغلطة دي مختلفة شوية عن الأخطاء العادية. في الحلقة اللي فيها بيبا جورج وبابا بيدهنوا أوضة إيفي، لو بصيت من الشباك هتلاقي الشمس واضحة في السماء، ولو قدمنا شوية لحد ما يخلصوا الدهان الدنيا بقت ضلمة بره. بس هنا الجزء الغريب، الشمس لسه في نفس المكان بالظبط زي ما كانت قبل كده. كلنا عارفين إنه الشمس بتطلع من الشرق وبتغرب في الغرب، يعني لو الوقت عدى والدنيا بقت ضلمة كان المفروض الشمس تتحرك في السماء أو تختفي خالص. دلوقتي اللي جاي من حلقة الأطواق فعلا مضحك. لما كل العيال كانوا بياخدوا الأطواق من السلة، شفنا زوي زيبرا بتشارك معاهم. بس هنا المشكلة، من شوية كانت مش موجودة أصلا في الفصل، هي ما كانتش هناك في البداية، وفجأة لقيناها بتاخد طوق كأنها كانت موجودة طول الوقت، إلا إذا زوي عرفت إزاي تتنقل في لحظة. ده واضح إنه خطأ في التحريك، ولسه فيه كمان. ولما الكل بدأ يلعب بالأطواق، زوي اختفت تاني بشكل غريب كأنها ما كانتش موجودة أصلا، ظهرت في مشهد واحد، خدت طوق واختفت في الهواء. تعالوا نتكلم عن حلقة سلحفاة دكتور هامستر. دكتور هامستر زارت الأطفال علشان تتكلم عن 3 حيوانات أليفة عندها، وفي المشهد ده احنا شايفين بوضوح كاندي كات قاعدة مع باقي الأطفال في الفصل. بس بعدين في الحلقة لما دكتور هامستر اكتشفت إن السلحفاة بتاعتها طلعت فوق الشجرة واتصلت بخدمة الإطفاء بتاعة الأنسة رابت، الكاميرا جابت عربية الإطفاء وهي رايحة للمكان، ولو بصيت على العربية اللي وراها هتلاقي كاندي كات قاعدة جواها. إزاي؟ احنا لسه شايفينها في الفصل، مستحيل تكون ركبت العربية دي. يا إما كاندي كانت تتحرك بسرعة جدا، يا إما الرسامين نسوا تماما هم حاطينها فين. حلقة السلامة أولا فيها شوية حاجات زي دي. لما بابا بيج بيفتح بوابة الأمان، لو ركزت كويس هتلاقي البوابة بتعدي حرفيا من وش بيبا وجورج كأنهم مش موجودين أصلا. وبعدين
لما بيبا وجورج بدأوا يخلوا البيت آمن للأطفال ولفوا كل حاجة بورق الفقاقيع بطريقة ما، قدروا يلفوا اللمبة اللي معلقة في السقف. 2. خنازير صغيرين بالكاد يقدروا يوصلوا لسطح المطبخ بشكل ما، لفوا ورق الفقاقيع حوالين لمبة معلقة فوق راسهم. دي مش غلطة في الرسوم قد ما هي لغز. في حلقة مليانة أخطاء فعلا، وهي حلقة الآلات الموسيقية. لما بابا بيج إدى بيبا طبلة، مفيش حزام ولا خيط ولا أي حاجة تمسكها خالص، بس لما بيبا بدأت تعزف عليها الطبلة كانت بتطفو في الهوا كده كأن في إيدين مش باينة ماسكاها ريها. وبعدين لما جورج بدأ ينفخ في البوق بتاعه، لو بصيت وراه هتلاقي التلفزيون والسمكة الذهبية اختفوا تماما. كانوا موجودين من شوية ودلوقتي مفيش غير حيطة فاضية. وأخيرا لما بابا بيج سقف لماما بيج، ركز كويس في ايديه، هتلاقيهم بيعدوا من جوه دماغه على طول. في اللحظة دي بدأنا نفكر ان بابا بيج ممكن ما يكونش صلب بالكامل. ودلوقتي هنا حلقة تانية فيها أخطاء أكتر من اللازم. في حلقة الزغطة لما بيبا تمد إيدها علشان تاخد المعلقة، إيدها بتعدي من خلال طبق الكورن فليكس بتاع ماما بيج كأن الطبق مش موجود أصلا. وبعدين لما بابا بيج بيصب اللبن في الكورن فليكس بتاعه، لو بصيت على الإبريق هتلاقي مستوى اللبن ما بينزلش خالص، هو بيصب لبن شكله عمره ما هيخلص. ولو بصيت على طبق الكورن فليكس اللي على الترابيزة هتلاقيه مش قاعد فعلا على الترابيزة، ده طاير فوقيها شوية. واخيرا ركز في المعلقة اللي في ايد بيبا، لان بعد فريم واحد بس هتلاقيها اختفت من ايدها وظهرت على الترابيزة. نروح لحلقة السماد. بص على لوحة الصور اللي على الحيطة في بداية الحلقة، هتلاقيها متعلقة فوق دولاب المطبخ بوضوح. لكن بعد شوية لما بيبا راحت عند السلة، نفس لوحة الصور دي اختفت من مكانها وظهرت متعلقة فوق سلة الزبالة بدل ما كانت فوق دولاب المطبخ. وبما اننا بنتكلم عن السلة، أول ما شفناها كان الغطا مقفول تماما، بس لما بيبا قربت علشان ترمي حاجة الغطا فتح لوحده قبل حتى ما تلمسه. يا إما بيت بيبا فيه عفاريت، يا إما السلة دي فيها حساس حركة من المستقبل، والجزء الأغرب لسه جاي. لما مامي بيج بدأت توري بيبا أنواع السلات المختلفة، كانوا محطوطين جنب التلاجة على طول، بس من كام مشهد قبل كده التلاجة كانت لازقة في الحيطة ومفيش أي مساحة جنبها خالص. شكل مطبخ بيت بيبا بيغير نفسه بين المشاهد. ودلوقتي هنا حاجة سريعة بس غريبة جدا من حلقة النجوم. لما عيلة بيج وصلت بيت جدو بيج، كان بابي بيج لابس هدوم الشتاء بوضوح، بس لما طلع فوق للعلية فجأة بقى لابس هدومه العادية اللي بيلبسها كل يوم. ممكن تفتكر انه بس شال هدوم الشتاء قبل ما يطلع، بس لا، لانه حرفيا بعد ثانية واحدة رجع لابس هدوم الشتاء تاني. بطريقة ما غير هدومه مرتين في كام ثانية من غير ما حد ياخد باله. ودلوقتي مع آخر واحدة، يلا نبص على حلقة حصة الجيم لما جرامبي رابت كان بيشرح للأطفال. بص على مكان كاندي كات وإيميلي إليفنت. زي ما احنا شايفين كاندي كات واقفة في الجنب البعيد وإيميلي في الجنب القريب، بس الغلطة ان في المشهد اللي بعده على طول أماكنهم اتبدلت في كام فريم، بس هما بدلوا أماكنهم. وفي المشهد ده لو بصينا على الخلفية هنلاقي شوية حبال متعلقة، بس بعد كام فريم كل الحبال دي اختفت. واخيرا لما جرامبي رابت قال للأطفال يهتزوا زي الجيلي، لو بصينا على سوزي هنا هنلاقي دراعها مش موجود، وده كل اللي لقيناه المرة دي. بس بما اننا عارفين بيبا بيج، اكيد في مئات تانية مستخبية قدام عينينا. قولولنا في التعليقات ايه اكتر حاجة فاجأتكم، وزي ما تعودنا هنشوفكم في الفيديو الجاي.